انا هعرفك، هتطلع من الفيديو ده تعرف ازاي تشتري عربيه من مزاد. ما تبخلش عليا بلايك والكومنت والشير. طبعا الموضوع كله كبير جدا فمش هينفع يبقى في فيديو واحد، فاحنا هنعمل فيديوهين. الفيديو الاولاني هنتكلم فيه نظري، اما الفيديو الثاني هنتكلم فيه عملي. يعني الفيديو الاولاني انا قاعد قدامكم كده وبشرح لكم، وده طبعا ما ينفعش نسيب دوت ونروح نشوف الفيديو الثاني اللي لسه ما نزلش. يعني نروح نشوفه ونسيب الفيديو. الاثنين مهمين، النظري والعملي. تمام، يبقى نبتدي ونقول بسم الله. يلا. اول خطوه لازم تعملها انك بتليفونك وانت قاعد في البيت ومعاك كوبايه القهوه هتدور على المزادات الموجوده على النت. يعني النت المزادات اللي على النت هتلاقيهم عارضين العربيات الموجوده في المزاد، مكان المعاينه، ثمن كراسه الشروط، تخش وتشوف انواع العربيات هي مناسبه ليك ولا لا. طيب في انواع عربيات 5 6 مناسبين ليك، يبقى توكل على الله وروح. لقيت عربيه واحده بس مناسبه ليك، لا ما تروحش. لقيتهم اقل من 3 عربيات اللي موجودين في المزاد مناسبين ليك، يبقى بلاش المزاد ده، شوف مزاد تاني علشان خاطر ما تتعبش وتروح حد يعلي اكتر من الحسبه اللي انا هحسبها لك فتخسر. ب 69 الورق، 69 70000 ب 71 71 72 اديها له 72 73000 اديها له بقى 73000 يا مصطفى 73000 يبقى انت خليك يا باشا كده ايه في البيت لحد ما تلاقي المزاد اللي فيه 5 6 عربيات مناسبين ليك. تمام. طيب ادي اول خطوه. ثاني خطوه بقى، انت لقيت مزاد فيه 5 6 عربيات مناسبين ليك، يعني هو في مثلا 30 40 عربيه وفي 5 6 فيهم مناسبين ليك كسعر كموديل ونوع. تكلم القائمين على المزاد تقول لهم انا عايز اروح المخزن الموجوده فيه العربيات. هتاخد معاك فني محترم يبص على العربيات، كانت عربيات حوادث او ان كانت عربيات سليمه. برضو لازم في الحالتين تاخد معاك فني يكون فاهم في السمكره والدوكو وفاهم في الميكانيكا والعفشه والفتيس، فاهم في كل حاجه في العربيه. خدت معاك الفني ووصلت عند مخزن اللي موجوده فيه العربيات، هتكون مجهز معاك ورقه وقلم، ورق زي كده وقلم محترم تكتب كل الفني اللي هيقوله لك عليه. فني مثلا يقول لك محتاجه باب، تيجي كاتب محتاجه باب، محتاجه رفرف، محتاجه فانوس، محتاجه سمكره قد كده، محتاجه مساعدين، محتاجه عفشه. لو مسمار في عجله مش موجود اكتبه. خربوش في العربيه وعايز يدهن وعايز يتسمكر ويدهن اكتبه. فرد الكاوتش اكسباير او مهلوكه اكتب. حتى لو محتاجه فردة كاوتش واحده بس اكتب ان هي محتاجه فردة كاوتش. ما فيهاش استبن اكتب ما فيهاش استبن. انت كده يا باشا كتبت كل تفاصيل العربيه. هتخش على العربيه اللي بعدها، انت نازل على 5 عربيات موجودين في المخزن ده، هتكتب اللي في العربيه اللي بعدها والعربيه اللي بعدها لحد ما تخلص ال5 عربيات. مسؤول المخزن اللي هناك هيسيبك تعمل كل الكلام ده، ما تفتكرش ان هو مش هيسيبك تعاين، لا هيسيبك تعمل اللي انت عايزه. لو رحت من الساعه 11 لحد الساعه 11 بالليل مش هيقول لك انت بتعمل ايه. اهم حاجه انت ما تفكش حاجه من مكانها. معاك 5 ورقات ب5 عربيات. العربيه الاولى محتاجه 1 2 3 4 قطع غيار. طب هنزل الف على بتوع قطع الغيار؟ لا، هات ارقامهم من على النت، من على الفيسبوك، اتصل بيهم قول له انا عايز باب، انا عايز رفرف، العربيه الفلانيه الموديل الفلاني، يقول لك بكذا. تيجي كاتب السعر. تكلم سمكري، باشا انا عندي في عربيه نوعها ولونها ونوعها وموديلها كذا وعايز اعمل لها سمكره مثلا في الحزام او ايا كان اللي مطلوب في العربيه. فيقول لك يا باشا في حدود كذا. هتكلم بوهياجي، يا باشا انا عايز ادهن مثلا العربيه في الربع الخلفي او ادهن حزام او هيقول لك بكذا. تيجي كاتب عايز فردة كاوتش، تتصل باي بتاع كاوتش هيقول لك كل ده وانت قاعد في البيت. كل ده وانت قاعد في البيت، ولا هتروح ولا هتيجي. بس لازم تكتب كل مسمار في العربيه محتاجاه، كل جنيه في العربيه محتاجاه تكتبه. خلصت العربيه الاولى تخش على الورقه الثانيه تكتب برضو اسعار قطع الغيار والصيانات وكل حاجه محتاجاها العربيه. كده انت معاك 5 ورقات مكتوب فيهم احتياجات العربيه، احتياجات كل عربيه فيهم، ومكتوب فيهم اسعار قطع غيارها واسعار الصيانه وكل المصاريف وكل جنيه هتصرفه في العربيه. بند كده في اخر كل ورقه عشان تكتب فيه المصاريف الاداريه اللي هيبلغك بيها مسؤول المزاد، وهتتصل بيه وتساله تقول له يا باشا انا العربيه الفلانيه هتبقى مصاريفها كام وهتاخدوا مني كام في المصاريف، يعني كام في الميه. هو بياخدوا نسبه مئويه مش عارف 15 كده في الحدود دي. هتيجي كاتب مثلا 20%. العربيات دي بتاخدها برضو بعقد مسجل، ما بتاخدهاش بتوكيل، فالعقد المسجل دلوقتي برقم. انت معاك ورقه لكل عربيه كاتب فيها مصاريف كل عربيه. هتسيب بقى بند اخير في كل ورقه برضو بسعر العربيه السوقي.
العربيه دي سعرها السوقي كام؟ انا افترض مثلا انت سالت على العربيه الاولانيه لقيتها مثلا سعرها في السوق 300,000 جنيه. 300,000 جنيه انت ما ينفعش العربيه تقف عليك ب 300,000 جنيه ما تروح تشتريها بقى من السوق من مستعمله وخلاص، انت لسه تقف بقى تصلح وتعمل، طب ما تروح تشتريها كده. فلازم انت تاخدها بسعر اقل من السعر السوق. تمام. هتحسب مصاريف العربيه كام؟ انا افترض مثلا العربيه عايزه مصاريف ب 50,000 جنيه، مصاريف اداريه، بمصاريف قطع غيار، بمصاريف صيانه، بمصاريف سمكره ودوكو، لو عايزه كاوتش، لو عايزه ازاز، لو عايزه مسمار كاوتش تكتبه 50,000 جنيه مثلا، بمصاريف عقد مسجل. كل حاجه انت حاسبها ولقيتها مثلا في الاخر العربيه دي ابقى راكبها وماشي بيها صارف عليها 50,000 جنيه، وهي سعرها السوقي 300,000 جنيه. طيب انا عايز اخدها اقل من سعرها على الاقل ب 50,000 جنيه، يعني اخدها مثلا بمصاريفها تقف عليا 250,000. يبقى انا اروح المزاد ما ينفعش اخد عربيه سعرها 201,000، هتخسر معاك. خلاص انت كتبت 5 ورقات ل5 عربيات، اسعار قطع غيارهم، اسعار صيانتهم، سعر السوق، السعر السوقي بتاع العربيه في السوق. يبقى انا خلاص هكتب في كل ورقه العربيه دي ما ينفعش اعدي المزاد بتاعها اكتر من كذا، علشان خاطر تبقى انت عارف اخرك كام في العربيه. دخلت المزاد وقعدت كده راقب حواليك، شوف الناس، جس نبض الناس، شوف الدنيا فيها ايه. طبعا لما بتيجي تخش المزاد بتديهم 10 أو 20,000 جنيه بيحددوها هم. ال10 أو ال20,000 جنيه دول بيرجعوا لك تاني لو انت ما اشتريتش، ولو انت اشتريت بيتخصموا من ثمن العربيه، يعني بتبقى برضو فلوسك، بس هي تبقى تامين مزاد. الحاجه الوحيده اللي ما بترجعلكش تاني ثمن كراسه الشروط، وهي بتبقى حوالي 300 400، في ناس في مزادات بتبقى 250، رقم رمزي. يبقى كاتب على كل عربيه في كل ورقه بتاعتها اللوت بتاعها، يعني هي مثلا لوت 1، تلاقي كاتب على الورقه ان دي لوت 1. هتبص العربيه دي مثلا 200,000 جنيه اخرها معايا، هيرفعوا بالمزاد، ده يقول 50 وده يقول 70 وده يقول 100 وده يقول 150، وصلت ل 201، اقطع الورقه وارميها. 30,000 31 31,000 32 32 33 33 34 34 35 40,000 41 41 42 42,000 43 50,000 51 خش على المزاد اللي بعده، على العربيه اللي بعدها، ان كان لوت 2 او ان كان اي لوت اللي هو اللي انت هتشتري عليه. هتيجي ماسك الورقه، تستنى اما اللوت ده يجي، الورقه العربيه دي تيجي مثلا محدد هنا مثلا 400,000 جنيه، مش هتشتريها اكتر من كده. حد علق عن 400,000 جنيه برضو سيبك منها، تمام، لحد ما يرسى عليك انت المزاد بالرقم اللي انت محدده اللي هو ما يخسركش. يا سلام لو عرفت تاخدها اقل من السعر اللي انت محدده. ما اشتريتش من المزاد ده ولقيت كله علق عن الرقم اللي انت محدده في كل العربيات اللي انت مختارها، مفيش مشكله، ما تيأس، خش برضو شوف مزاد تاني. المزاد التاني ده تكون مختار 5 6 عربيات برضو موجودين في المزاد ده، تخش عليهم وتعيد نفس اللي انا قلته. طبعا في فيديو تاني هينزل هيبقى فيه الكلام ده بقى عملي، يعني الكلام اللي انا قلته ده هيبقى عملي، تمام. فما تنساش تعمل اللايك والكومنت عشان خاطر يجي لك اشعار، يعني انت لو عملت الكومنت هيجي لك اشعار ان بالفيديو الجديد ان شاء الله. وسلام لو دوست على علامه الجرس دي هيجي لك اشعار بقى على اليوتيوب كل شويه ان انا نزلت فيديو. كلام في سرك، موضوع المزادات ده مربح قوي، بس محتاج روقان بال، فربنا يروق بالكم وتوكلوا على الله. الموضوع والله يعني كويس جدا. سلام. ب 71 71 72 اديها له 72 73,000 اديها له بقى 73,000 اديها له يا مصطفى 73,000